مش على التليفون شويه بسم الله الرحمن الرحيم. أولا في هذه اللحظة الهامة جدا نعلن اليوم مع الأخوان معالي وزير الصحة ومعالي والي القيروان والتحالف السعودي التونسي للمقاولات شركة القصبي وبوزنقة لانطلاق التوقيع على اتفاقية انطلاق هذا المشروع مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان. نتوقع إن شاء الله أن يكون إنجاز المشروع خلال 36 أشهر القادمة. الإمكانيات كلها متوفرة، الإرادة متوفرة، القيادة في المملكة سيدي خادم الحرمين الشريفين سيدي سمو ولي العهد فخامة الرئيس قيس سعيد عندهم هدف واحد وهو الإنسان، وعندما نتحدث عن الإنسان نتحدث عن الصحة، والصحة إن شاء الله سوف يكون هناك نموذج للصحة في القيروان. سوف تقوم هذا التحالف إن شاء الله بإنجاز على الوجه الأكمل وفقا للدراسات التي أعدت لذلك. نتطلع إن شاء الله أن نحتفل قريبا كلنا هذا الحشد وهذا الحضور إن شاء الله في القيروان ببدء الأعمال وبإن شاء الله تسليم المشروع قريبا. شكرا لكم. شكرا سيد الوزير. تفضل سيد الوزير. كيما قعدنا تفضل. اي تفضل سيد الوزير. حط الميكروفون. نجم نبدا سؤال سيد الوزير. سيد الوزير، هذا المشروع المهم أنه سيكون الآن في جهة داخلية، هذا أولا وهذا مهم، وسيكون بهندسة طبية يعني متطورة تسهل تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين وخاصة في الوسط الغربي. شكرا جزيلا. كما تعرفوا سيادة رئيس الجمهورية يتابع متابعة دقيقة وليلا نهارا جميع المشاريع وخاصة مشاريع البنية التحتية في المجال الصحي وذلك في جميع الجهات، وبصفة خاصة كذلك بالنسبة المستشفى الجامعي ملك سلمان بالقيروان، لأنه مشروع ضخم ومشروع تعطل منذ 2017 وكذلك أهالينا في القيروان يستنوا فيه عندهم سنوات. إن شاء الله اليوم بإمضاء عقد الإنجاز نبدأ في البناء ابتداء من هذا اليوم. غدوة تقع تسلم الأرض في القيروان وبداية الأشغال. يكون مستشفى جامعي بمواصفات عالمية وفيه جميع الاختصاصات وباش يمثل أرضية اللي فيها كيف جميع المعدات الطبية المتطورة. فمبروك لأهالينا في القيروان، مبروك للإطارات الطبية والشبه الطبية والعمل اللي تو يعملوا. تعرفوا في ظروف صعيبة شوية في مستشفى الجزار والأغالبة، كل إن شاء الله يتنقلوا إلى المستشفى الجامعي الملك سلمان ومعناها يمكن من تقريب الخدمات الصحية لأهالينا في القيروان وفي الولايات المحيطة وخدمات صحية ذات جودة ويكفيهم عناء التنقل إلى في بعض الاختصاصات إلى ولايات أخرى. وشكرا. كيف كان دور المملكة في تمويل هذا المشروع؟ المشروع يدخل في نطاق التعاون الوثيق والأخوة الوثيقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين. فالشكر موصول لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وكذلك إلى صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء للوقفة مع القيادة في تونس فخامة الرئيس الأستاذ قيس سعيد. وهذا يمثل عمق التبادل والتعاون عن طريق الصندوق السعودي للاستثمار اللي عنده عديد من المشاريع كما شفنا منذ أكثر من 9 أشهر، مشاريع بناء مستشفى سبيبة والجم اللي بنفس تحالف المقاولات
مقاولات السعودية القصبي والتونسية بوزقندة اللي مقدمين أكثر من 40% في أقل من سنة، وإن شاء الله احنا عندنا ثقة فيهم في تحالف عنده الإمكانيات الفنية والمادية وعنده التجربة، فيكون الإنجاز صار في أسرع وقت، ويكون المستشفى الجامعي الملك سلمان جاهز في أسرع وقت ممكن. سيد الوزير، سؤال مدة الإنجاز لو ذكرنا بها ومدى التزام المقاولات مقاولات كما قلت عندهم قدرات فنية ممتازة، وهم عندهم مشاريع في القارة الإفريقية الكل، عندهم مشاريع في إفريقيا في موريتانيا، فعندنا ثقة تامة وجربناهم في سبيبة والجم، وانا متاكد اللي باش يكملوا في اقل من 36 شهر بحول الله. ما كانت مستشفى ليه سيد الوزير في المنظومه الصحيه التونسيه ودوره اللي حكيت على انه شوف الصحه العموميه كما تعرفوا احنا هو فك العزله والنهوض بالمناطق الداخليه. القيروان كولايه ما كانتش عندها توا مستشفى اللي يليق كما المستشفيات الموجوده في عديد الولايات، فهذايا باش يكون معناها بكل صدق في جميع الاختصاصات مواصفات عالميه، وباش يكون معناها الولايه القيروان وبعض الولايات المجاوره باش يقدم خدمات ممتازه تليق بالجهه. نحب هوني بكل بساطه للراي العام يفرقوا، راهو مستشفى سلمان ماهوش المدينه الطبيه الصحيه الاغالبه بالقيروان، راهو المدينه الطبيه الاغالبه بالقيروان هو مشروع رئاسي تابع فيه كيف كما يتابع فخامة الرئيس الأستاذ قيس سعيد ومستشفى سلمان، يتابع فيه. هو موجود في معتمدية منزل الميري، وتو الدراسات قريب تكمل، وإن شاء الله بداية السنة وعندنا مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني فيه. هو مدينة كاملة، كلفة متاعه نجم نقول لك قرابة 10 مرات قد المستشفى تاع الملك سلمان، فإن شاء الله في الرأي العام ما يكونش خلط بين مستشفى الملك سلمان وبين المدينة الصحية اللي يفاو إن شاء الله في بداية السنة الدراسات اللي قامت بها مكتب دراسات معروف تونسي اسمه سيد تونيزي، وبداوا يعطيونا في الدراسات، وهذا إن شاء الله وقت اللي يقع الإعلان عليه، لأنه من متابعة من سيادة رئيس الجمهورية يقع الإعلان عليه في الوقت المناسب. فبالنسبة للمستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان هو باش معناها نرجعوا الحق في الصحة وتقريب الخدمات لولاية القيروان وبعض الولايات المجاورة، ويكون في توجهات فخامة الرئيس قيس سعيد اللي من الأول ديما يتابع في البنية التحتية، وكذلك يدخل في نطاق إعادة بناء المنظومة الصحية بجميع مكوناتها، من الهياكل الصحية إلى الموارد البشرية إلى المعدات الطبية إلى التقنيات، حتى نضمنوا السيادة الصحية وإن شاء الله الاكتفاء الذاتي. وتقعد تونس ديما معروفة في شمال إفريقيا وفي إفريقيا وحتى في بلدان البحر المتوسط بقيمة الأطباء متاعها، وتقعد قبلة للسياحة الطبية والاستثمار في الاقتصاد الصحي. شكرا. مشاهدي الحياة FM أبقوا معنا. إذا نحن هنا في الربط المباشر على موجات الحياة FM من مباشرة من مقر وزارة الصحة، عقد إنجاز مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان.